في ناس عندها اولويات ونسكافيه وبامبرز وايفون 7. اما انت لو عندك عربيات وبتحب تشارك اللحظه الحلوه مع حبايبك وجمهورك. دي هوايتي المفضلة، العربيات. يزعلوا ما يزعلوش، أنا بحب أشارك جمهوري اللحظات الحلوة في حياتي. واحنا كمان والله بنحب لحظاتك الحلوه. محور كلامنا دلوقتي مش ليك بس، ممكن يبقى في حاجه تانية اتقل على الرز، بس في حاجه كده حلو صح سرق للاسف. هو استفزاز الصراحه، عاملين لابتوب بثلاث شاشات. فاكر ان انا لما ركبت شاشتين جنب بعض وانا بعمل اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي حسيت ان انا شغال في ناس. المهم انت عارف بقى الاقتصاد والدولار والعمله والدخل. الدخل ايه الكلام الكتير ده؟ ما تفناش في تفاصيل يا عم، انجز. اوفر عليك. مشكلتك ان انت عايز تتابع الجديد وتشتري كل حاجه بتنزل اول باول. تابع يا معلم، شوف يوتيوب، قلب في الصور. انا مش جاي اقول لك ما تشتريش حاجه. نشتري ولا ما نشتريش دلوقتي؟ ما ترسى يا عم على بر وترمي الهلب. هل ساعة تديك جنيه تديني دولار كده يعني. هقول لك بس، معاك تليفون ايه دلوقتي؟ مالكش دعوة. ما تخافش مش هحسدك. 6 اس عايز تحدثه؟ فقط. لا ما تحدثش، لان مفيش فروقات كبيره ما بينهم والعمليه مش مستحمله. ممكن تشوف الفرق من هنا او هنا او هنا او هنا، مش هتفرق اي حاجه. شفته؟ طمنت؟ ما فاتكش كتير يعني، ده حتى الشكل ما اختلفش. لو معاك النوت 5 ما تحدث. النوت 7 بقى بيتحرق ومفيش تحديث ليه، فجت من عند ربنا. خليك في اللي معاك بقى. معاك بلاي ستيشن 4. طول عمرنا عارفين ان البلاي ستيشن بيقعد 7 سنين لحد ما بينزلوا واحد جديد. السنه دي ضحكوا علينا وما كملش سنتين ونزلوا فيرجن جديد وسموه بلاي ستيشن برو. ومفيش فرق اصلا بيني وبينك الا لو عندك شاشه 4K، وهي نفس الالعاب يا معلم. صرف نفسك. وبعدين انت اصلا عندك شاشه 4K. لا انا ما عنديش شاشة اصلا. طب خلاص. امال ال 6 اس ده ايه؟ سألوا في حاجة. لا لا مفيش حاجه. معاك بقى ايباد اير ولا حاجه وعايز تشتري البرو، لا برضو الموضوع مش محتاج الا لو انت محتاج القلم بتاعه هتستخدمه. ودي من اكتر الحاجات اللي انا شايفها مفيده في البرو، لانه ببساطه ما قدمش حاجه جديده غيره. كان على الاقل المفروض يشتغل بنظام الماك زي ما مايكروسوفت سيرفيس مثلا شغال بنظام الويندوز، لكن للاسف طلع شغال بنفس نظام الايباد العادي. طب ايه العمل دلوقتي؟ مش هتتابع التكنولوجيا وتشتري كل جديد؟ لا انا بس بنصحك وبقول لك ان ما حصلش فرق جوهري في معظم الحاجات اللي موجوده. القرار راجع ليك انت. ممكن تكون شايف مثلا انك محتاج حاجه معينه من اللي موجوده في الجيل الجديد، زي بعض الفروقات اللي وضحتها وشايف انها هتفرق معاك. مفيش مشكله انك تتابع وتشوف وتعرف الفروقات. ممكن تلاقي حاجه تفيدك في شغل بتعمله او تسهل عليك حاجات بتعملها في حياتك. متنسوش لو عجبتكم الحلقه يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في حلقه تانيه. سلام. استاذ نعم. معاك موبايل؟ معاك ورقه تكتب فيها ولا؟ لا يا استاذ مش اللي في دماغك. انا عايز الموبايل. مش هو 7 برضه؟ لا ده ايفون 5 اس يعني. طيب طب سيبه على الترابيزة لو سمحت. عايز تعمل مكالمه ولا حاجه؟ بس ده سلامتك. طيب. الساعة كام بس لو سمحت؟ الساعه 7. طيب سيبها على الترابيزة برضه. الساعه يعني. لا بس هديها لهم العيال عشان هي بتتأخر عليا ساعات برضه. ده لسلامتي برضه. سلامتك. طيب ممكن الكاميرا طب اخدها معايا وانا مروح يعني؟ لا يا باشا انا هاخدها لام العيال تصور الكرتون للولد عشان يتفرج عليه وهو بيتغدى. مم. طب اسيب لك فلوس كمان عليها ولا؟ لا يا استاذ مسطول الله يخليك. طيب. خد الفرق معاك بس.